حالة هستيرية بيعيشها كل جماهير الانفيلد، جماهير ليفربول، لدرجة ان كل الفرق المنافسة بقت شايفة ان مش طبيعي اللي ليفربول بيعمله، فوز ورا فوز ورا فوز، ودايما في اخر اللحظات وبسيناريوهات مجنونة. كل الجماهير شايفة ان ارن سلوت مجرد مشعوذ، ده راجل خد الساحر الافريقي من انشيلوتي. ما هو اصل الموضوع مش طبيعي، كل مباراة وبنفس السيناريو، الموضوع بقى فيه حالة من الغموض. ازاي ليفربول بيقدر يفوز كده ورغم انه بيكون سيء في معظم المباريات؟ وده مش راي، ده راي كل النقاد الرياضيين، لدرجة ان ابو تريكة شخصنها مع الراجل، قال لك ده كده مش طبيعي. فترى صديقي ايه السبب؟ ايه السبب فوز ليفربول دايما في اخر اللحظات؟ وليه ارن سلوت ما قدمش لسه مستواه اللي خلى الناس تقتنع بيه كمدير فني ليفربول؟ ليه ليفربول متدني بالشكل ده؟ وليه محمد صلاح لسه ما قدمش المستوى المطلوب منه خلال البدايات؟ انا يا صديقي بقى جاي اقول لك كل الكلام ده النهارده، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. لو بصيت بسرعه كده يا صديقي في البدايه على كل مباريات ليفربول هتلاقيه دايما كان الطرف الاسوء، كل المباريات بلا استثناء، باستثناء مباراه بورنموث في البدايه وكذلك اتلتيكو مدريد. بالنسبه لمباراه بورنموث فليفربول بدا اول 60 دقيقه بشكل كويس جدا، لكن بعدهم تدخلات ارن سلوت الغريبه ادت الى فقدان ليفربول ماهيه المباراه، لدرجه ان بورنموث مش بس سجل هدف التقليص، لا سجل التعادل وكان ممكن يخطف المباراه كمان، لحد ما نزل كيزا واحرز الهدف الثالث وقدر ينقذ ليفربول، بعدها سجل صلاح الهدف الاخير. اما بالنسبه للمباراه الاخيره قدام اتلتيكو مدريد فليفربول بدا بشكل محترم جدا، بدايه مثاليه جدا جدا بالنسبه لكل الجماهير، بدايه محترمه، انطلاقات، ضغط عالي، هدف في الثاني، اداء جميل جدا في البدايه. بعدها حصل استهتار، اضاعه فرص غريبه، تعالي على اللعب باستهتار غريب جدا من لعيبه ليفربول، ادى لان اتلتيكو مش بس سجل هدف كمان قدر يرجع في نهايه المباراه ويسجل الثاني عشان نقول خلاص السيناريو اتعكس بقى، لكن فان دايك يقدر ينقذ ليفربول ويسجل هدف الفوز في الدقيقه 92. لكن دي المباراه اللي هو كان كويس فيها، لكن المباراه اللي كان سيء فيها مباراه زي مباراه بيرنلي، مباراه سيئه جدا، استحواذ عالي جدا وصلت ل 80% استحواذ، لكن فين ادائك في الملعب؟ مفيش، اخطر فرصه تقريبا هي فرصه جرافنبرخ، ما دون ذلك فرص عاديه جدا. اخر جدا في رايي في التبديلات، فريمبونج كان لازم ينزل من بدري، نجومها لازم يكون ليه دور يا جماعه اكبر من كده، راجل مؤثر جدا 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 لما بينزل، وقدروا يعملوا فرق وخدوا ضربه جزاء سجلها محمد صلاح في الدقيقه الاخيره. برده مباراه نيوكاسل اتاخر جدا في التغييرات، نجومها اصلا اللي نزل في الاخر هو اللي كسبوا المباراه. مباراه ارسنال اتاخر جدا في التغييرات، ولولا الهدف بتاع الفاول بتاع سوبوسلاي ما كانش هيكسب الارسنال. فبالنسبه لي سلوت هو المسؤول الاول بلا شك عن اداء ليفربول المتدني في كل المباريات تقريبا، وزي ما قلت لك باستثناء مباراه اتلتيكو مدريد وبدايه مباراه بورنموث، ما دون ذلك ليفربول كان سيء جدا. بالنسبه للاسباب في رايي فاول حاجه هي شخصيه ارن سلوت، شخصيه مش قويه بالشكل المطلوب، مش الشخصيه اللي هتفرض على اللاعبين، لا في حاله من الرعونه شويه عنده. ثاني حاجه التغييرات المتاخره، تغييرات غريب ليه بيتاخر التغييرات بشكل كبير، نجومها لازم يكون له دور اكبر زي ما اتكلمنا، لازم الراجل ده ينزل بدري شويه. خاكبو كان سيء جدا في مباراه اتلتيكو وفي مباريات كتير بالمناسبه، لكن كان دايما بيأخر نزول الراجل ده. ثالث حاجه بالنسبه لي وهي هويه اللعب، فين هويه اللعب؟ انت ما عندكش هويه واضحه للعب، انت بتعتمد على امكانيات بعض اللعيبه زي فان دايك في الخروج بالكوره او جرافنبرخ، لكن ماذا لو الاثنين دول مش في حالتهم؟ مفيش كوره بتخرج من لعيبه ليفربول، بتحس بعجز غريب جدا ناحيه الهجوم. ليه دايما رامي الكوره ناحيه الشمال على خاكبو؟ ليه محمد صلاح ما بيشاركش في بنى اللعب؟ وبالمناسبه صلاح كان سيء، طبعا كان سيء جدا الفتره الاخيره، لكن برضه من ضمن اسباب انه كان سيء هو طريقه عزله عن الملعب بشكل غريب، الكوره ما بتوصلوش يا جماعه. يعني لو بصيت على مباراه اتلتيكو مدريد لا هتلاقي الجبهه كانت مايله كتير ناحيه صلاح، وده اللي فرق مع ليفربول وخلاه يظهر بشكل كويس. محمد صلاح شاء من شاء وابى من ابى، واحد افضل اللعيبه يا جماعه، مؤثر جدا، الكوره معاه مختلف تماما. كمان من ضمن الاسباب هو حته الضغط العالي، سلوت واضح انه هبط بمستوى الفريق في حته الضغط بشكل كبير. انا عارف ان هو مش زي كلوب، في فرق كبير جدا في حته الضغط بين سلوت وكلوب، لكن حتى مستواه الموسم اللي فات لا الموسم ده حته الضغط العالي اقل بكتير. كمان حته الابداع، انت عندك من الموسم اللي فات مشكله مع الانديه اللي بتدافع قدامك، وجبت فيرتس عشان كده انت جايبه، لان انت اصلا كان عندك سوبوسلاي الراجل ما اثرش في حاجه، لكن انت جايب فيرتس عشان حته الابداع الفني في المباريات المتقفله، لكن مع اول مباراه قدام بيرلي ما شفناش اي ابداع من فيرتس، وده مش حكم نهائي، لكن ارن سلوت محتاج يصلح كل الاخطاء دي لو هو فعلا محتاج السنه دي انه يفوز بلقب الدوري الانجليزي، لان السنه دي المنافسه واضح انها قويه، انت عندك ارسنال بيقدم مستوى كويس جدا، كمان السيتي جاي في الطريق بشكل كبير، فليفربول محتاج اشوفه بشكل مغاير تماما في مباراه الديربي تحديدا، لان هي دي هتكون بدايه العوده لمستوى ليفربول الطبيعي في الدوري الانجليزي، محتاجين نشوف مستوى مختلف تماما من كل لعيبه ليفربول. اما بالنسبه لصلاح فطبعا مستواه السنه دي غير طبيعي، مستواه سيء جدا، خصوصا صلاح في البدايات بيبدا حلو قوي، معرفش الصراحه متدني شويه السنه دي في البدايه، لكن هو ظهر بشكل كويس جدا قدام اتلتيكو مدريد، فهل ده كان له علاقه فعلا بحته انه اللعب ما كانش عليه وانه كان دايما بعده وانه بيستخدمه كتمويه للانديه عشان هو يقدر يفضي الناحيه الشمال
الشمال فيقدر يلعب عليها بشكل اكبر. لكن حتى في وضع ان الكره ما كانتش بتوصل له، صلاح نفسه ما كانش بيطلب الكوره، ما كانش بينزل ياخدها، وهي دي الحاله برده اللي كانت غريبه بالنسبه لي عند صلاح، وده كان يعتبر على عاتق صلاح. انت ممكن اللعب ما يكونش عليك، لكن بتنزل بتحاول بتخش للعمق، لكن صلاح ما كانش بيعمل اي حاجه من الكلام ده. فبالنسبه لي كان صلاح كسول بشكل كبير. لكن هنشوف الفتره اللي جايه برده، احنا شفناه في مباراه اتلتيكو، صلاح عمل مباراه ممتازه جدا، الراجل سجل وصنع وكسر الدنيا الحقيقه، وظهر بشكل محترم جدا. كمان في اكتر من فرصه ضيعها بعض اللاعبين، كان ممكن يطلع باكتر من اسيست واكتر من جول الكره اللي جت في القائم. فان شاء الله اشوفه بشكل مختلف جدا الفتره اللي جايه. اما بخصوص ايزاك فكمان ده صفقه كبيره جدا يا جماعه، وايزاك ظهر بشكل مبدع في مباراه اتلتيكو مدريد، واتوقع ان ايزاك هيكون واحد من اهم لاعيبه ليفربول الموسم الحالي. ايزاك مهاجم محترم جدا ومن الطراز الرفيع الحقيقه، مفيش اي شك انه هيكون الراجل اضافه قويه جدا جدا لهجوم ليفربول هذا الموسم. لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله عندنا فيديوهات جامده جدا الفتره اللي جايه. وما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات، شايف مين السبب فعلا في مستوى ليفربول. ما تنساش تقول لنا كمان توقعاتك لمباراه ليفربول وايفرتون، وكمان سيتي وارسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي. عندنا مباريات جامده جدا الاسبوع ده، فاتمنى تقول لنا توقعاتك في الكومنتات. وبشكرك جدا يا صديقي على وصولك لحد هنا. سلام.